المجموعات القصصية يوسف إدريس والاستشاري الكبير طبيب الأنف والأذن والحنجرة الدكتور خالد وشاه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين. مولد نبوي شريف على حضراتكم جميعا. كلنا سعداء بوجودنا معاكم. طبعا انا بشكر الدكتور خالد سليم على مجهوده الوافر في اعداد هذا الملتقى والمحافظه عليه والمحافظه على اعضاء الملتقى شخصا وحرصه الدائم على ان يقام هذا الملتقى في موعده وبزخم ثقافي ادبي. كل مره بنفاجئ بتحضير جيد جدا للملتقى وللأمسية الثقافية. الحقيقه الدكتور خير بيتكلم عن الدكتور يوسف إدريس وبيقول ان في ممكن نقارن. الدكتور يوسف إدريس لا يمكن مقارنته باي حد وباي حال من الاحوال، باي شخص سواء في العصر الحديث او العصر قبل كده.